هو راح فين؟ راح فين؟ هو مين ده كهرو؟ هو عارف نفسه، وش الفقر اللي خسرنا. ايه يا جدعان، مين بينده عليا؟ انت يالا مش هتبطل النحس اللي فيك ده يالا؟ انت نحس وفقر كده ليه؟ وانا مالي يا اسطى؟ بس هو كده انت السبب يا اسطى. هو انا الحيطه المايله بتاعتكوا يا اسطى؟ وكل ما يحصل لكم حاجه تقول لي انت السبب انت السبب؟ انتوا اللي مكتوب عليكم تخسروا دايما في نص النهائي. نسيبكوا كده، اعمل لكم ايه؟ نخسر؟ هو مين قال نخسر يا جدعان؟ احنا ما خسرناش. ما خسرناش ازاي يعني؟ انت شفت الاهلي لعب النهارده وخسر؟ المفروض كله بيقول كده. هو الاهلي بيلبس ايه؟ احمر. انت شفت حد النهارده كان لابس احمر؟ لا. طيب يا ابني مش احنا. يا اسطى سيب قفوش دلوقتي عشان هو مش مستوعب. اللي خسر النهارده كان لابس ايه؟ ارد عليها كهروب ولا اسيبه؟ معرفش رد. كان لابس ابيض يا فوق. طيب شفت مين بيلبس ابيض في مصر؟ مش الزمالك؟ هو الزمالك اللي خسر مش احنا. شفت يا وش النحس عملت فينا ايه؟ العيال دماغها ضربت. كانت فرصتنا نلعب نهائي كاس العالم لاول مره في تاريخنا. ما كناش هنلاقي فرقه اسهل من كده عشان نكسبهم. اسهل من كده يا كهرو؟ ده العيال عملت فينا كل حاجه. ده ضحكوا علينا. قالوا لنا الفرقه كلها 40 سنه وعواجيز، ونزلوا الماتش فلقونا. ده احنا اللي ما كناش قادرين نجري قدامهم. بس انا لقيتها. العيال دي كانت واخده منشطات. انا هطلع دلوقتي حالا اعمل شكوى في الفيفا كشف منشطات دلوقتي حالا. طب ايه يا جدعان، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرجع نحفل على الاتحاد تاني؟ نحفل على الاتحاد تاني ايه يا عم؟ مش هينفع لا. انا عندي فكرة حلوة. ايه هي؟ ايه الفكرة؟ نستعد للماتش الجاي عشان ناخد المركز التالت. يوه تاني؟